في مدينه فرانسيسكو كيبدا الفيلم ديالنا من المقر ديال الاف بي اي مع واحد جوج ديال المحققين اللي هما فرانك وماتيو كيتسلوا البنايه ديال الاف بي اي في الليل، مستغلين السلطه ديالهم كبوليس كيقتحموا واحد الغرفه سريه ممنوع اي واحد يدخل ليها. كانوا كيقلبوا على شي واحد عنده نخاع عظمي مطابق للمواصفات اللي عندهم، ومره شويه ديال البحث لقاو واحد خونا سميتو بيتر عنده داكشي اللي بغاو، لكن غيطلع بيتر مجرم خطير عنده سوابق في القتل والهروب. بيتر دابا محبوس في واحد الزنزانه انفراديه في واحد الحبس مشدد الحراسه حيت فايت ليه هرب منهم جوج المرات، واثناء الهروب ديالو صفاها لجوج ديال البوليسيين وحرقهم حيين واستعمل البطاقات ديالهم باش يدوخ البوليس. بيتر ما غاديش يكون غير هارب عادي، لكن هو ذكي بزاف وكيقدر يتلاعب بالناس كيف ما بغى. المحقق فرانك والشيف ديالو مشاو يشوفوا بيتر في السجن. فرانك غادي يجي نيشان من الاخر وقال ليه بلي ولده اللي عنده 8 سنين عنده سرطان الدم ومحتاج ضروري لعمليه زراعه النخاع، وعلى حسب كاع القواعد ديال البيانات الشخص الوحيد اللي كيطابق ولده هو بيتر واخا عرف بلي يقدر ينقذ حياه دري صغير لكن ما تسوقش ليه وبقى غير كيستهزأ بفرانك وخلاه يترجاه بزاف باش في الاخر يقول ليه خليني حتى نفكر. فرانك حاول يقنعه بلي هاد الدري الصغير هو الفرصه ديالو باش يكفر على كاع داكشي الخايب اللي دار في حياته. فرانك خرج من الحبس وهو محطم ومشى للسبيطار باش يطمن على ولده، وتما غتلاقى ليه طبيبه باخبار خايبه. تما تقول ليه بلي ماكس بقى ليه غير ايام قليله والا ما دارش العمليه غادي يموت. ماكس ما عارفش بلي رجع ليه السرطان وكان فرحان بالكتاب اللي جاب ليه باه كادو، ولكن ملي شاف باه مهموم الدري فهم بلي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك وسول باه واش غادي يموت. فرانك قال ليه بلي رجع ليه السرطان ولكن غادي يكذب عليه ويقول ليه بلي لقى متبرع ووافق باش يدير العمليه. الدري فرح بزاف هاد اللحظه وقال باه بلي العمليه الا ما صدقاتش خاصو يعرف بلي دار كاع اللي في جهده. تما فرانك جا اتصال من السجن بلي بيتر وافق على العمليه لكن عنده شروط يشوف الدري الصغير قبل ما ياكد ليه. فرانك شك فيه شويه ولكن وعدو بلي غيجيب ليه الدري الصغير. وفي المشهد الجاي بيتر والدري تجمعوا في واحد البيت وبقاو كيهضروا شويه وقال ماكس لبيتر بلي الام ديالو ماتت بنفس المرض اللي فيه دابا، ووعدو بيتر بلي هو اللي غيكون المتبرع ديالو. ماكس مشى كيجري عند باه فرحان لكن المجرم غادي يحط بزاف ديال الشروط باش يوافق. بغى يخرج من الزنزانه الانفراديه ويولي يتلاقى مع مسجونين اخرين ويرجعوا ليه حق في التدخين وفي استعمال المكتبه ديال الحبس واللي فيها الكتب والكمبيوتر. المدير ديال الحبس ما بغاش في الاول ولكن فرانك حكر على المعارف ديالو حتى وافقوا فعلا بيتر ولاو كيعطيوه الكارو وتمسنا الورق ديال الموافقه على العمليه. وغير خرجوا البوليس وبقى بوحدو بيتر ربط السير ديال السباط مع يديه وخرج صبعو الكبير من بلاصتو، وهذه كانت اول خطوه في خطه الهروب ديالو المثاليه. وفي نفس الوقت ماكس كان خايف بزاف حيت غادي ياخذ النخاع ديال واحد المجرم، ولكن با فرانك كيحاول يقنعه. نرجعوا للحبس دابا فين غادي نشوفوا بيتر كيوجد الخطه ديالو. مشى عند واحد كيدخل الممنوعات للحبس وهدو باش يجيب ليه واحد الدواء سميتو ناركان. هاد الدواء كيبطل مفعول اي مخدر مهما كان تاثير القوه ديالو وكيستعملوه اللي كيستهلكوا جرعه زايده من المخدرات. السيد غادي يسولو لاش بغاه لكن بيتر ما جاوبوش، وبين ما خونا كيقلب على الدواء لبيتر غيستعمل الكمبيوتر ديال المكتبه باش يحفظ الخريطه ديال السبيطار اللي غادي يمشي ليها، وكان كيدوخ الحراس حيت كيبان ليهم كيكسر الشطرنج وفاش كيمشيو كيرجع يحفظ الخريطه ديال السبيطار. وفي نفس الوقت البوليس غادي يكونوا كيوجدوا السبيطار اللي غتتم فيه العمليه. في الليله الاخرى بيتر غيتلقى الدواء اللي كان موصي عليه وهو في بيته بوحدو. ربط قريعه بواحد الخيط والسقطر في الاخر في سنانه وصرتها باش يعاود يطلعها ملي يحتاجها، وخذ الحجره من واحد البريكه باش يقدر يدير شرارات ويشعل العافيه وخباها تحت ضفارو. وملي وصل نهار العمليه الحراس غادي يجيبوا بيتر للسبيطار في وسط الحراسه مشدده بزاف. دخلوا لغرفه العمليات بالمينوط وملي حطوا فوق الباياس البوليس عاودوا يربطوا يديه ولكن ما شافوش بلي صبعو الكبير كان مهرس. والبوليس وصلوا الاطباء باش ما يتفارقوش معاه الا وهو مخدر. الطبيبه غدير ليه البنج باش يبداو في العمليه، وفي هذه اللحظه بيتر غيشرب الدواء اللي كان صارت باش يمنع الدواء ديال البنج يعطي المفعول ديالو، وهذا الشيء غادي يصدم الاطباء. بيتر قدر يفك يديه ودفع الاطباء ونقز من البايس وشعل العافيه بالحجره اللي تحت ضفارو وهرب بالزربه من تما. فرانك كان كيشوف الروينه اللي واقعه من الفوق وجرب الزربه باش يعاونهم، وموراها تبع بيتر اللي نقص في القادوس ديال الحوايج وخرج في الغرفه ديال الغسيل ولبس طابليه ديال الاطباء باش يتنكر، واخا كانوا رجليه مربوطين ومضروب بقرطاسه ما كانش مسوق، ومشى للغرفه في الطوارئ وهد الطبيب باش يقطع عليه السلسله اللي في رجليه. اما فرانك غادي يكون تابع اثر الدم ديالو. وفي هذه اللحظه غادي يصوني عليه صاحبو ماتيو باش يعلموه باللي ولده فاق من البنج وبدا كيفقد المناعه ديالو، وهذا الشيء غادي يحط فرانك تحت الضغط حيت خاصو يلقى بيتر باقصى سرعه. نرجعوا لبيتر اللي غادي يكون باقي في القسم الطوارئ، لكن تما غتشوفوا طبيبه وهي اللي غدوز عمليه لماكس وبزربه حط ليها المشط على رقبتها. وفرانك شافو حاول يوقفو. بيتر قال ليه الا مت انا حتى ولدك غادي يموت، وهددو باش يحط سلاحه في الارض، وفعلا داكشي اللي كان. فرانك بدا كيلاهي بيتر بالهضره حيت متفق مع صاحبو البوليسي اللي مخبي مور الخميه، لكن بيتر بالذكاء غيكشف البوليسي لكن ما بغاش يحط سلاحه في الارض بحال فرانك وبغى يصفيها ليه. فرانك عطى سلاحه لبيتر باش يدافع على راسو، وهذا التعاون اللي دار مع المجرم عنده عواقب خايبه، لكن هو كان همه الوحيد هو ولده. وقف قدام بيتر باش ما يموتش حيت بيتر هو الامل الوحيد لولده. بيتر قتل البوليسي الاول وتيرا في الثاني وشكر فرانك وهرب بالزربه من تما. وملي دخل الشاف غادي خاصم على فرانك حيت خلى الناس يموتوا على قبل ولده وامرهم يعتقلوه، لكن غادي يخرجوا من السبيطار دار راسو بحال غيهضر مع الصحافه ودفع البوليسيين وسط الناس وهرب بواحد الموطور. ماكس بدا كيرعف من نيفو بسبب العمليه اللي تعطلات، وطبيبه سمانتا كانت معاه والبوليسي ماتيو حتى هو كان تما. لكن في هذه اللحظه غادي يدخل عليهم بيتر وطيحوا وطلب من سمانتا توريه فين كاينه الغرفه ديال الغاز. وفي جهه اخرى فرانك غيرجع للسبيطار بالموتور ومشى يطمن على ولده ويتاكد بلي هو بخير. وماكس قال ليه بلي المجرم والطبيبه مشاو لغرفه الغاز وفرانك مشى كيجري لجهتهم. وبيتر غيطلب من سمانتا دير ليه جوج بوطات في الساق وسولها على الغرفه ديال الطاقه حيت كان ناوي يفرقع السبيطار باش يدوخهم ويهرب.
ولكن سمانطا غفلاتو وضرباتو بالبوطه في الراس وهربت من تما. هي غادا وهي تلاقى مع فرانك في الكولوار، ترجعها باش ما تقولش للبوليس على البلاصه اللي فيها بيتر حيت غادي يصفيوها ليه. الطبيبه وافقات ورجعت تعتني بماكس. اما بيتر وفرانك غادي يتلاقاو قدام الغرفه ديال الغاز. بيتر في هذه اللحظه غادي يفرقع ديك البلاصه وهرب، وهذا الانفجار غادي يقطع الضوء على السبيطار كامل. ماتيو حول ماكس البنايه القديمه ديال السبيطار واللي غادي تكون لاصقه مع الجديده بواحد القنطره. فرانك لاحظ بلي بيتر حتى هو غادي للبنايه القديمه وكان كيراقبو من بعيد، وملي بيتر كان كيقطع القنطره البوليس بداو كيتيريو فيه بواحد القناصه من التحت، لكن فرانك تيرا في الضوء اللي كانوا ضاربينو فيه، وبهكا عتق حياه بيتر للمره الثانيه. البوليس فهموا بلي هذا فرانك اللي كيعاونو وزادوا تعصبوا عليه بزاف. قوه تدخل سريع غيوصلوا للسبيطار وبداو كيدخلوا ليه، وبيتر شد المدير ديال السبيطار كرهينه ودخلوا لغرفه التحكم ديال السبيطار وسد كاع البيبان من الكمبيوتر. سمانطا كان خاصها تمشي للبنايه القديمه ضروري حيت خاصها تقابل ماكس، وفرانك خباها على الانظار باش يوصلها للبنايه الاخرى. لكن في هذه اللحظه غيكتشف بلي سمانطا عندها فوبيا من المرتفعات وبقى معاها بزاف عاد قدر يدوزها. وبيتر كان كيشوفو من الكاميرات ديال المراقبه وعاجبو الحال بزاف. وفي هذه اللحظه كان واحد من القوات تدخل سريع في الفتحه ديال التهويه، وقبل ما ينزل عند بيتر حس بيه وصفاها ليه. فرانك قنع بيتر يدخلهم للبنايه جديده ووعدوه بلي غيكون من جهته. وفرانك وسمانطا مشاو كيجريو عند ماكس، وبيتر بدا كينفذ الجزء الاخر من الخطه ديالو. طلب مروحيه من 6 ديال البلايص، والا ما حضروهاش من هنا نص ساعه غيبدا يصفيها للرهائن كل دقيقه. البوليس غيوافقوا على الطلب ديالو، وكان عارف بيتر بلي شافوا رجالو غادي يكونوا فوق القنطره، وحط لهم بوطه تما باش ملي يبغيو يدوزوا من القنطره يفرقع البوطه ويصفيها لهم كاملين. فرانك عقب الخطه ديالو وفرقع البوطه قبل ما يوصلوا البوليس للقنطره، وقع واحد الانفجار اللي كبير لكن قدر يعتق حياتهم. بيتر غيوصل المدير ديال السبيطار اللي معاه للسطح. الهليكوبتر وصلات موراها بيتر بقى غادي موراه فرانك وهدوا بالسلاح باش يفتحوا ليه ويدخل الجناح اللي هما فيه. فعلا داكشي اللي كان، لكن طبيبه كانت موجده واحد الحقنه وغفلاتو باش تدكها ليه، ولكن مع من. لكن بيتر عاق بها وتعصب بزاف حيت فرانك خانو وبغى ياخذ ولده كرهينه باش يضمن الهروب، اما هو خلاه محبوس في ديك البلاصه. بيتر وماكس هبطوا للمستودع الاموات اللي فيه مخرج الانفاق تحت الارض، وهذه كانت هي الخطه الهروب الاصليه ديالو حيت كان حافظ الخريطه من الكمبيوتر وغير دار لهم تمويه بهليكوبتر. بيتر دار حفره في الحيط واعتذر للدري حيت ما دارش العمليه وخلاه تما وهرب وسط الانفاق. فرانك في هذه اللحظه غيوصل لمستودع الاموات ونعت ليه ولده منين هرب بيتر، ولكن بيتر فتح واحد الانبوب ديال الغاز باش يعطل فرانك، ومع ذلك قدر فرانك يطلع من واحد القرقاره. لقى جوج بوليسيين وواحد مدني مصاب، وعرف من البوليسيين باللي تعرض للسرقه، والطوموبيل اللي تسرقت ليه كانت زرقاء. فرانك فهم باللي بيتر هو اللي سرقها واحد طوموبيل ديال البوليس واستعمل السميه ديال الضحيه باش يعرف الشكل والنوع ديال الطوموبيل، وبلغ البوليس باش يطاردوه، وفعلا واحد منهم قدر يوصل لبيتر وبلغ فرانك بالاتجاه ديالو. فرانك بقى كيطارد بيتر وبزز عليه يدخل واحد الجسر باش يامرهم فرانك يسدوه، وفعلا داكشي اللي كان. وبهكا تحاصر بيتر وما بقاتش عنده كيفاش يهرب. فرانك طلب منه يرجع للسبيطار باش يدير العمليه، ولكن بيتر غادي يرفض حيت بهكا غادي يرجع للحبس وغيدوز في حياته كامله. وفي هذه اللحظه غادي توصل لهم واحد الهليكوبتر. بيتر بدا كيتيري فيهم باش يطيحهم وحتى هما تبادلوا معاه التير، ولكن فرانك هو اللي تعرض للقرطاس. بيتر بغى ينقز من الجسر لكن تيرا فيه فرانك في رجليه وحتى هو نقز موراه باش ما يخليهش يغرق. وجات الاسعاف وهزاتو من السبيطار باش يديروا ليه العمليه قبل ما يموت، وفعلا نجحت العمليه وتعتق ماكس. ومن اللي فاق لقى با حداه كيتسناه وكان با فرحان بزاف. اما بيتر كان على فراش الموت وكاع الاطباء كيقولوا باللي قريب يموت، لكن اللحظه اللي دخل فيها البوليس غيفيق وسولوا على الحاله الدري واش بخير، وبخفه اليد ديال بيتر سرق ليه سلاحه وهزوا عليه وطلب منه يهز يديه وما يتحركش من بلاصتو. وحتى لهنا انتهت القصه ديالنا. كنتمنى الملخص يكون عجبكم، وما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وديروا لايك وبارطاجيو مع اصحابكم، وما تنسوش كومونتير زوين بحالكم. تشاو، باي باي.